في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تحول الفيديو بتاعك من فيديو عادي للوحة فنية زي كده، او حتى كمان زي كده، وكل ده بالذكاء الاصطناعي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ من كام اسبوع كنت نزلت فيديو عن الذكاء الاصطناعي وعن تطوره في عالم صناعة الفيديوهات والمونتاج، والنهارده وبعد ايام تقريبا ظهرت تكنولوجيا جديدة في عالم صناعة الفيديوهات بتعتمد بشكل اساسي على الذكاء الاصطناعي وكمان الاوامر النصية. حقيقي مش عايز اطول عليكم ومتحمس جدا اوريكم الاداة دي واوريكم هي فعلا قد ايه مبهرة، والفترة الجاية هي هتشقلب عالم صناعة الفيديوهات بالكامل. فيلا بينا. طيب الأداة دي وهي اسمها ديسكو ديفيوجن، وهي مبنية بشكل أساسي على سيرفر على جوجل كولاب، وجوجل كولاب هي ببساطة خدمة مقدمة من شركة جوجل بتوفر لك كمبيوتر بإمكانيات كويسة جدا بحيث إن أنت تقدر تستخدمه أونلاين وتعمل من عليه شغل تقيل. يبقى كده نفهم إن ديسكو ديفيوجن هو سيرفر موجود على جوجل كولاب اللي هو أساسا بيوفر لك كمبيوتر بإمكانيات كويسة أونلاين، وهم استخدموا الخدمة دي بحيث إن الاعتماد بالكامل ما يكونش على جهاز الكمبيوتر بتاعك أنت، بل يكون على جهاز كمبيوتر أونلاين اللي هي الخدمة اللي بتوفرها أساسا جوجل كولاب. فبالتالي أنت لو جهازك ضعيف ما يستحملش غير إن أنت تشغل المتصفح بس، فتقدر برضو تستمتع بالخدمة دي وتقدر تخش وتستخدمها عادي جدا، لان هي مش معتمدة على جهازك انت اللي بتستخدمه، بل هي معتمدة على جهاز كمبيوتر موجود اونلاين. طيب زي ما انتم شايفين، اول ما هتفتح السيرش بار بتاع جوجل على طول اول حاجة هتكتبها وهي ديسكو ديفيوجن بالشكل ده، تضغط على انتر. اول ما يفتح معاك بالشكل ده هتلاقيها هي اول نتيجه بحث ديسكو ديفيوجن، اضغط عليها هتلاقيه فتح معاك صفحه ديسكو ديفيوجن على جوجل كولاب. طيب انت اول حاجه هتعملها وهي ان انت هتتاكد ان انت فاتح من الايميل الصح بتاعك، ده مش الايميل اللي انا بستخدمه، فانا هستخدم الايميل ده اللي انا هدخل من خلاله، فهتلاقيه فتح معاك من الايميل اللي انت اخترته. طيب علشان تبقى فاهم، دي الصفحه بتاعه ديسكو ديفيوجن ذات نفسهم ما ينفعش تعدل فيها ولا ينفع تعمل اي حاجه، لازم تعمل نسخه لنفسك انت في الاول علشان تعرف تعدل فيها. فانت هتروح عند فايل من فوق بالشكل ده وتضغط على سيف ا كوبي ان درايف، فهو كده هيعمل لك نسخه على جوجل درايف بتاعك بحيث ان انت بعد كده تدخل على جوجل درايف بتاعك وتختار البروجكت اللي انت كنت شغال عليه عادي جدا. فهتلاقيه فتح معاك تاب ثانيه بالشكل ده، كل اللي عليك ان انت بقى هتسميها الاسم اللي انت عايزه. انا مثلا هسميها ا دانسر وومن او المرأة الراقصة، فده كده التسمية اللي انا سميتها. في النسخة الاصلية انت ما ينفعش تسمي اساسا، يعني لو جيت اكتب اي حاجة مش هينفع اسميها، بس في النسخة بتاعتي انا سميتها بالاسم اللي انا عايزه. نقفل الاثنين اللي فاتوا مش محتاجينهم، محتاجين بس اللي احنا واقفين عليها. طيب انت بقى اول ما هتفتح هتلاقي كل الحاجات دي قدامك زي ما انت شايف كده، ما تخافش، دي برمجه كتير انا عارف وانت مالكش في البرمجه خالص، بس ما تخافش، كل حاجه زي الفل وسهله جدا، وانت مش هتلعب في كل الحاجات دي. في بعض الحاجات اللي هي فعلا مهمه جدا وهتفرق، ودي هي الحاجات اللي انا هتكلم معاك فيها في الفيديو ده. باقي الحاجات انت مش مطالب ان انت تتعرف عليها. طيب ماذا لو ان انت شخص بقى عايز تعرف كل حاجه بحيث ان انت تعرف تستخدم التول دي باقصى استفاده؟ لو نزلت شويه هتلاقي عندك حاجه اسمها توتوريال بالشكل ده، هتلاقيه هنا وبيقول لك اهم الحاجات اللي انت هتقابلها والحاجات دي بتاثر ازاي على الصوره او على الفيديو اللي انت شغال عليه. وكمان هنا في حاجه مهمه جدا وهي الديسكو ديفيوجن تشيت شيت، دي لو ضغطت عليها هيفتح لك نوت بوك او نوتة او دليل المستخدم بتاع الديسكو ديفيوجن. هو مكون من 31 صفحة زي ما انتم شايفين، في كل حاجة وفي كل سلايدر، والسلايدر ده بيأثر ازاي على الصورة، وفي شرح يعني مفصل جدا لكل حاجة. انا قريته بس انت مش لازم تقراه، يعني لو انت فعلا ما عندكش وقت ومش عايز تقراه ما تقراهوش، ولكن انا قريته بالكامل علشان فعلا اعرف اعمل لكم الفيديو ده باهم التفاصيل اللي فيه. فلو حابب تقراه ادخل على التشيت شيت اقراه وافهم كل حاجه ازاي بتشتغل، ولو انت مش حابب تقراه فركز في الحاجات اللي انا هتكلم فيها لان هي دي بالفعل الحاجات اللي بتفرق. المفروض ان اول حاجه هتعملها بعد ما تفتح صفحه الديسكو ديفيوجن وهي ان انت هتضيف الفيديو بتاعك، فانت هتيجي عند علامه الفايل هنا تضغط عليها، هتلاقيه بيقول لك ان هو هنا بيتطلب رام عالي والكلام ده، تقول له اوكي وهتستناه يعمل كونكتنج من هنا. هتلاقيه بقى فتح معاك الصفحه دي. كل اللي عليك ان انت هتضغط على ابلود وهتروح عند الفيديو بتاعك، ده الفيديو اللي انا هستخدمه، دبل كليك عليه واضغط هنا على اوكي، هتلاقي الفيديو بتاعك بدا يتعمل له ابلود من تحت هنا. طيب هنا في حاجه انا محتاج الفت نظركم ليها، زي ما قلت ديسكو ديفيوجن هو مرتبط بسيرفر على جوجل كولاب. جوجل كولاب دي اساسا خدمه انت ممكن تشترك فيها بشكل منفصل، وبيبقى في منها نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه. فمعنى ان انا مستخدم الديسكو ديفيوجن على الاكونت بتاعي على جوجل اللي هو انا مش مشترك فيه اساسا في جوجل كولاب، اذا انا هنا عندي بعض الليميتس. انت في ديسكو ديفيوجن اخرك 720 بي مش 1080. ليه؟ لان الجوجل كولاب الاكونت بتاعك هو مازال مجاني، لو عايز تشترك فيه فهتشترك وهتاخد امكانيات اعلى وسرعه اكبر في التحميل وهتقدر تحمل حاجات بكواليتي اعلى. ولكن في الحاله بتاعتي انا علشان انا السيرفر بتاعي اساسا مجاني مش بفلوس، فانا هنا اخري 720 بي بس. خد بالك ان اي فيديو انت هتحطه او الفيديو اللي انا حاطه ده لو جيت بصيت عليه، الفيديو ده هو 1280 في 720 يعني 720 بي. لو جيت ارفع حاجه اكتر من كده مش هقدر اعملها. ليه؟ لان جوجل كولاب عندي اخره 720 بي بس، ما ينفعش احط عليه حاجه اكتر من كده. فخد بالك ان الفيديو اللي انت هتدخله على ديسكو ديفيوجن يكون 720 بي بس، الا لو انت بالفعل هتشترك في جوجل كولاب. اذا انت هنا ما
عندكش اي ليميتس، ممكن تحط فيديوهات حتى 4K براحتك، والمعالجه بتاعت الاي اي نفسها هتبقى اسرع لان انت هنا بتستخدم رام اكتر وديسك اكبر وجي بي يو اعلى، وكل الامكانيات اللي بيديها لك جوجل كولاب بتكون يعني من الاخر حاجات بتبقى عاليه قوي. فبعد ما حطيت الفيديو بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هبدا انزل واحده واحده بالشكل ده. وعند الديفيوجن موديل سيتنجز هنا هتاكد ان الديفيوجن موديل بتاعي على هذا الخيار اللي هو اخره 00800. ده بيبقى الديفولت او الوضع الافتراضي، ولكن خد بالك او تاكد ان انت مختار هذا الاختيار. بعد كده هتفضل تنزل لحد ما توصل للسيتنجز، وهنا هنبدا نشتغل بقى مع بعض. لو نزلت عند السيتنجز هتلاقي عندك اول حاجه وهي الباتش نيم، او سمي البروجكت بتاعك اسم. انا مثلا هسميه نفس الاسم. نيجي بقى لتاني حاجه معانا وهي الستبس. طيب الستبس معناها قد ايه الاي اي هيبدا يركز في الفيديو بتاعك علشان يطلع لك كواليتي كويسه. فكل ما الستبس تبقى اعلى كل ما الاي اي بدا يدقق اكتر او بدا يطلع تفاصيل اكتر من الفيديو اللي انت مديهوله، وكل ما الستبس قلت كل ما التفاصيل مش هتبقى اكتر حاجه. ولكن برضه هم بيقولوا ان انت لو عليت الستبس بتاعتك زياده عن اللزوم في مشهد مثلا مش محتاج كل الستبس دي، فبالتالي الصوره هيحصل ليها ديستورت او هتبوظ منك من الاخر. فعلى حسب ما انا قريت من التشيت شيت، انت لو الفيديو بتاعك 1080 720 معاك لحد 300 ستيب، هتطلع بقى ال 4K و 8K وكده ممكن توصل ل 1000 ستيب. انا هخلي الستبس بتاعتي على 300 بالشكل ده لان الفوتج بتاعتي 720، فانا عايز اخد اقصى ما فيها. ف 300 على الستبس بالنسبه للمشهد متصور على 720 كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله. نيجي بعد كده للابعاد بتاعه الفيديو. الابعاد اللي انا اخترتها زي ما انتم فاكرين كانت 1280 في 720. هنا 1280 فعلا ولكن في 768، فانا هخليها 720 بالشكل ده. فلازم ابعاد الفيديو اللي انت حاطه تبقى مماثله للابعاد اللي انت كاتبها هنا. نيجي بعد كده عند الكليب جايدنس سكيل، ودي هنخليها على 40000 بالنسبه برضو لمشهد متصور على 720 بي، فهي كويسه جدا. طبعا انا مش هديب دايف او مش هنط بالتفاصيل في كل حاجه من الحاجات دي لان هي فعلا حاجات شويه معقده، ولكن زي ما قلت انت لو عايز تفهم اكتر فخش على التشيت شيت في كل حاجه بشكل مفصل بحيث ان انت تبقى عارف تعمل كل حاجه حسب المشهد بتاعك بالظبط. اما بالنسبه للتي في سكيل، ودي وظيفتها ان هي تنعم اطراف الفيديو اللي انت حاطه بحيث ان الحواف بتاعه الفيديو نفسها تبقى انعم وما تبقاش الصوره نفسها حاده، ولكن انا بحب الصوره الحاده فانا هخلي التي في سكيل بتاعي على 0، مش هغير فيها اي حاجه. الرينج سكيل بتاعي هخليه على 200 بالشكل ده. ونيجي بعد كده للكاتن باتشز، ودي كل ما بتعلى يعني هي من 1 ل 8. 1 دي اقل حاجه والنتيجه هتطلع ضعيفه الى حد ما، ولكن 8 هي اعلى حاجه والنتيجه طبعا بتبقى ادق. ولكن خد بالك مش معنى ان انت بتخليها على 8 ان النتيجه دي هتطلع معاك في نفس الوقت لما النتيجه تبقى على 1. يعني كل ما تعلي كل ما الاي اي هياخد بروسيسنج اكتر، لان هو في الحاله دي بيطلع نتيجه افضل، فبالتالي هياخد وقت اكتر. ففي الحاله بتاعتي انا هسيبها على 4، لو خليتها على 1 فهياخد وقت اقل بكتير، ولو خليتها على 8 فهياخد وقت اكتر بكتير، ولكن طبعا النتيجه نفسها او الريزلت نفسها بتختلف. نيجي بعد كده للفيديو انت ستيبس، هنخليها برضو على 300، والفيديو انت كليب جايدنس سكيل هنخليها على 40000 زي فوق بالظبط، والكاتن باتشز هنا برضو موجوده على 4 فانا هسيبها زي ما هي كده. احنا خلصنا من السيتنجز، فهننزل للي بعدها وهي الانيميشن سيتنجز. اول ما هتفتح الانيميشن سيتنجز هتلاقيه بيقول لك الانيميشن مود، قول له معايا فيديو. يعني انا هنا معايا فيديو انا هديهولك وانت هتحوله لي للشكل اللي انا عايزه، فانا هختار فيديو انبوت. هنا بيقول لك حط الباس بتاع الفيديو او حط مكان الفيديو، فانت هتروح عند الفيديو بتاعك كليك يمين كوبي باس، وبعد كده هتقف هنا تعمل له بيست، فبالتالي ده هو الباس اللي السيرفر هيمشي وراه علشان يجيب الفيديو بتاعك. وهنا بيقول لك سمي الفيديو بتاعك اسم، فانا هسميه نفس الاسم. نيجي بعد كده للاكستراكت فريم، وهنا ببساطه الاي اي بيقول لك انت عايز نبص على كام فريم من الفريمات اللي انت مديهاني. يعني مثلا لو الفيديو اللي انا حاطه هنا هو 24 فريم وخليت الفريمز بتاعتي على 2، فبالتالي هو هيبص على فريم ويسيب فريم ويبص على فريم تاني. يعني لو الفيديو بتاعي الاصلي 24 فريم وانا هنا كاتب له 2، فهو هيبص على 12 فريم بس اللي هم نص ال 24، ولو كاتب هنا 1 فهو هيبص على ال 24 فريم كلهم. انا هسيبها 2 زي ما هي علشان البروسيسنج نفسه يبقى اكتر، وعلشان النتيجه اللي انا عايزها مش عايزها تبقى 24 فريم، انا حاببها تبقى مقطعه شويه برده. فزي ما قلت انا هسيبها على 2 لان انا عايز النتيجه تبقى كده، وعايز برده البروسيسنج نفسه يبقى اكتر. يعني هو لما يبص ل 12 فريم بس هياخد وقت اكيد اقل عن لما يبص على 24 فريم بس. بعد كده هتنزل تحت عند الفيديو انت فلو بلند، وتخلي القيمه دي بدل ما هي 3 ساعات تخليها على 400 بالشكل ده، وتتاكد ان اللي تحتها هي معموله على اوبتيكال فلو. خلصنا هنا هننزل شويه كمان لتحت لحد ما نوصل للسيتنجز دي اللي هي التشورنسي سيتنجز، يا رب اكون نطقتها صح. وعندك هنا اول حاجه وهي الفريم سكيل. هنا القيمه دي انت هتخليها 5000، لان انت لو ما خليتهاش 5000 هتحصل حاجه زي اللي انت شايفها قدامك دي. يعني هو مش بيحدد الفريم اللي هو واقف عليه قوي، وبيبدا يبص اكتر على الفريمات اللي هو حللها، فزي ما بتقول كده بيكروت اكتر في ان هو يميز الفريم ده عن الفريم اللي بعده عن الفريم اللي قبله. فلما تخليها على 5000 هو هيقف عند كل فريم هيحلله قوي بحيث ان هو يطلعه زي ما هو ما يطلعش فيه حاجه زياده. وعند الفريم سكيب ستيبس هتخليها على 70%، وهنا برضو هتخليها على 5000، وهنا برضو هتخليها على 70%، يبقى 5000 70% 5000 70%. هننزل شويه كمان لتحت لحد ما نوصل لل
برومت. فين البرومت؟ هو ده يا باشا البرومت. دي اخر خطوه تقريبا احنا هنعملها، وهي ان احنا نكتب البرومت او نكتب الامر. طب هنا في البرومت انت بتكتب اللوك اللي انت بتبحث وراءه. يعني مثلا انا في الفيديو اللي انا حطيته ده حابب اطلع اللوك القديم اللي هو بتاع اللوحات القديمه بتاعت زمان زي الموناليزا مثلا او اللوحات اللي كانت شبهها. فانا بعد ما بحثت شويه عن اللوك ده وكان موجود في انهي عصر والكلام ده كله، وصلت للنتيجه دي. ستايل اللوحات اللي زي الموناليزا وكده كان في عصر النهضه، وده عصر النهضه بالانجلش. هنا ارتستيك او فني، وهنا كاتب اويل بينت او الرسم بالزيت، وده كان برضه ستايل من الرسم كان قديم شويه. وهنا الجرانج تكستشر او اللي هو الجرانج تكستشر، انت اكيد شفتها وفهمتها يعني. وعندك بعد كده اليولو كلر سكيم او اللوك اللي لونه اصفر او الكلر سكيم اللي لونه اصفر، هتفهمها لما تشوف النتيجه. اخر تو تاجز دول بقى لقيت كل الناس بتكتبهم الصراحه، فقلت اكتبهم برضه يعني نشوف النتيجه هتطلع عامله ازاي. المهم ده بعد البحث بتاعي وبعد البحث وراء اللوك اللي انا بدور عليه وصلت للنتيجه دي. فانا هضغط على كنترول A احدد النتيجه بتاعتي، وهنزل بس اشيل السطر الثاني هنا واشيل السطر ده كمان، وامسح كل اللي ما بين علامتين التنصيص دول واضغط على كنترول V. طيب ازاي انت تكتب البرومت؟ انت بتكتب التاج بتاعك وبتاخد كوما وبتسيب مسافه وتكتب تاني تاج وبتاخد كوما وتسيب مسافه وتكتب تالت تاج وتاخد كوما وتسيب مسافه، وهكذا وهكذا لحد اخر تاج خالص. مش بتعمل كوما، بتعمل نقطه وبتقفل عادي جدا بعلامتين التنصيص او السيمي كولون. بس كده. لو انت استخدمت ميد جيرني فهو تقريبا زي ميد جيرني بالظبط وما فيهوش اي اختلاف. وبس كده كده احنا خلصنا، عملنا الاعدادات، ظبطنا الانيميشنز وظبطنا الحركه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، كتبنا البرومت او كتبنا الامر بتاعنا او الستايل بتاعنا اللي احنا بندور عليه. فاضل بس ان احنا نفعل الكود او نفعل كل البرمجه دي بحيث ان هي تشتغل وتطلع لنا النتيجه اللي احنا بندور عليها. كل اللي انت هتعمله هو ان انت تروح عند ران تايم وتضغط على ران اول بالشكل ده. هتلاقيه بدا يحمل معاك زي ما انتم شايفين، بيبدا يحمل كل الاوامر اللي احنا عدينا عليها. الرساله دي هتجيلك لانه هنا بيقول لك انا لازم اتصل بالجوجل درايف بتاع الاكونت اللي انت شغال عليه، علشان الصور او المعالجه اللي انا هعملها هبعتها لك انت على جوجل درايف بحيث ان انت تبص عليها بعد ما اخلص النتيجه. هو مش بيديك لينك تحمل منه، هو بيبعت لك الحاجات دي على جوجل درايف، فتاكد ان انت برضو جوجل درايف يبقى عندك فيه مساحه كويسه علشان بس الحاجات دي تتبعت عليه. فانا هضغط على كونكت وهختار الاكونت بتاعي وهختار سماح بالشكل ده. الاقيه هو بدا يحمل الفولدرز بتاعته زي ما انتم شايفين كده، بدا يحمل معانا. هو دلوقتي عندي فريم 0. طبعا زي ما قلت هو هياخد وقت اكتر علشان احنا مختارين اعدادات الى حد ما كويسه، ولكن انت لو عايز تشوف نتيجه في الاول فممكن تقلل الاعدادات، ترجع ورا تشوف ايه الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عنها ان هي بتفرق في الكواليتي وتقللها. بس كده كل مطلوب منك دلوقتي هو ان انت تستنى، تعمل لك واحد شاي اشربه، اطلع اتحرك، اعمل اي حاجه يعني لحد ما السيرفر يخلص البروسيسنج بتاعه بحيث ان انت تشوف النتيجه النهائيه. 2 hours later. بعد ما يخلص تحميل خالص، كل اللي عليك هو ان انت هتفتح جوجل درايف بتاعك الاكونت العادي، ولكن تاكد ان هو نفس الاكونت اللي كان على جوجل كولاب. هتلاقي فيه فايل عندك اسمه AI، دبل كليك عليه تلاقي ديسكو ديفيوجن، دبل كليك تلاقي ايمجز اوت، دبل كليك هتلاقي اسم البروجكت بتاعك، دبل كليك كمان هتلاقي الصور بتاعتك والفيديو من تحت خالص، ومن هنا انت تقدر تحمل الفيديو وتستخدمه عادي جدا. وبس كده كده انت حولت الفيديو بتاعك من فيديو عادي للوحه فنيه زي ما انا كنت بقول. ومش بس انت ممكن تعمل كده، انت ممكن تكتب اي كود او اي ستايل انت حابه، زي مثلا احد الستايلات اللي انا حاببها الستايل اللي انتم شايفينه ده، فهسيب لكم برده الكود بتاعه تحت في الديسكربشن، تقدر تخش وتكتب الكود ده عندك انت في اي فيديو حابه، وهتلاقي النتيجه بتاعتك طلعت زي النتيجه بتاعت الفيديو ده برده. وبس كده دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. اتمنى ان انت فعلا تكون استفدت من الفيديو ده وتعرفت على حاجه خطيره زي ديسكو ديفيوجن. اعمل حاجه بديسكو ديفيوجن واعمل لي منشن على الانستجرام ونشوف الحاجات اللي انتوا عملتوها وعملتوها ازاي بحيث ان احنا نستفاد من بعض. طبعا ديسكو ديفيوجن في حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم عنها، زي ان انت ممكن تعمل فيديو بالكامل بدون استخدام اي فيديوهات من الخيال عن طريق الاوامر الكتابيه. فلو انتوا عايزين تتعرفوا اكتر على الموقع ده وعايزين تعرفوا ازاي تقدر تعمل فيديو 3D بالكامل بالاوامر الكتابيه فقولوا لي تحت في الكومنتات. واخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش، وهسيب لكم رابط الانستجرام بحيث ان انت لو عملت حاجه بديسكو ديفيوجن فتنزلها وتعمل لي منشن وان شاء الله هشوفها. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.